طبعا هذا تفسير خاطئ أن ما يجري في المنطقة هو صراع إيراني سعودي. هذا تفسير خاطئ. الصراع في المنطقة كان قائما قبل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران. بطبيعة الحال عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وسقط الشاه الذي هو أداة أمريكية وصديق لأصدقاء أمريكا في المنطقة، وقامت الجمهورية الإسلامية وتبنت القضية الفلسطينية وحركات المقاومة والمظلومين والمستضعفين والمعذبين، منذ اللحظة الأولى السعودية أعلنت العداء للجمهورية الإسلامية، مع العلم أن سماحة الإمام الخميني والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية منذ الأيام الأولى مدوا يد الصداقة لكل الدول العربية والإسلامية. لكن آل سعود منذ اليوم الأول أدركوا أن وجود هذه الدولة الإسلامية، هذه الجمهورية الإسلامية، تشكل خطر على المصالح الأمريكية والإسرائيلية وعلى الطغاة وعلى المستبدين وعلى أدوات أمريكا وإسرائيل في المنطقة، ونصبوها العداء. وهم يقولون أنهم وقفوا عندما وقفوا إلى جانب صدام حسين في الحرب على الجمهورية الإسلامية وقدموا له 200 مليار دولار عندما كان سعر النفط متدني جدا. هم يقولون يعني قبل سنوات أحد الأمراء كان يقول، الأمير نايف الذي توفي، كان يقول في ذلك الحين لو كنا نستطيع أن نقدم أموالا أكثر لصدام حسين لفعلنا. الذي بادر بالعداء وبالحرب وبالتآمر على الجمهورية الإسلامية هي المملكة العربية السعودية، أما إيران كانت تمد يد الصداقة. النظام في السعودية هو نظام شاخة من يشيخ، يعني أصبح كهلا كبيرا. هذا النظام هو قد يكون في مراحله الأخيرة يعني لأسباب طبيعية، الظلم خلال 100 عام، نهب أموال الشعب خلال 100 عام، الفساد المستشري في هذا النظام وفي هذه الدولة، قمع الحريات، أسباب كثيرة، استئثار العائلة ما يسمى بالعائلة المالكة أو الحاكمة. ولكن الذي عجل وسيعجل في نهاية هذا النظام الأسود في الحقيقة هو أداء المسؤولين الفعليين الحاليين، ويختلف عن أداء مسؤولين سابقين من حيث الشكل وطريقة العمل. ذهاب مثلا محمد بن سلمان إلى إعلان حرب على اليمن وما تفعله السعودية في اليمن من مجازر مهولة ومن عدوان كبير، هذا الأمر سيترك آثارا على مستقبل النظام السعودي. التدخل السعودي السافر والواضح والمعلن في شؤون دول في الكثير اليوم من البلدان العربية والإسلامية، هناك شخصيات وهناك علماء وهناك أحزاب وحركات وحكومات هي منزعجة جدا وترفض السلوك السعودي، سلوك حكام السعودية. أضف إلى ذلك الموقف السعودي الآن من القضية الفلسطينية، من صفقة القرن، هذا الانبطاح والمذلة أمام ترامب أمر طبعا يسقط ماء وجه وهيبة حكام السعودية الذين دائما كانوا يقدمون أنفسهم أنهم مستقلون ومحترمون وخادم الحرمين الشريفين وما شاكل. بكل صراحة لم يمر في تاريخ الحكام في السعودية وضع كالوضع الحالي من المهانة، من الذل، من السخافة، من الضعف، من الوهن، من الانكشاف، من الفضيحة، وأيضا من الضعف. ولذلك أنا أتصور أنه يعني هؤلاء لن يستطيعوا أن يبقوا طويلا. يعني السنن الإلهية، السنن التاريخية، طبيعة الأمور تقول أن هؤلاء لا يمكن أن يستمروا طويلا. اليوم أهم عنصر من عناصر قوة حزب الله في لبنان هو ليس فقط القوى العسكرية،
وإنما هذا الالتفاف الشعبي والجماهيري والحماية الشعبية التي يحظى بها. اليوم في فلسطين الذي يواجه الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي اليومي وصفقة القرن هو الشعب الفلسطيني، وحركات المقاومة الفلسطينية باستنادها إلى الشعب الفلسطيني استطاعت أن تصمد وأن تقاتل وأن تقف وتأخذ مواقف قوية. اليوم في اليمن لولا الحضور الشعبي والاحتضان الشعبي لأنصار الله، هل يستطيع أنصار الله بقيادة الأخ العزيز عبد الملك الحوثي أن يدخل إلى السنة الخامسة يقاتل ويصمد لولا الدعم الشعبي؟ القوة لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية وأنصار الله أن يصمدوا أمام عدوان بحجم العدوان الأمريكي السعودي الحالي على اليمن. في العراق الذي استطاع أن يقف في وجه داعش هو الشعب العراقي والحشد الشعبي بعد فتوى المرجعية ودعم سماحة السيد القائد والجمهورية الإسلامية في إيران. ولولا الموقف الشعبي المساند للحشد الشعبي وللجيش العراقي وللمرجعية ما كان يمكن الوقوف في وجه مخاطر داعش. وهكذا في كل الساحات. إذن موضوع الشعب هو مسألة أساسية.